مسامحتك للآخرين لا تعني أنك راضي عنهم، بل تعني غالبا البحث عن راحة بالك وبعيدا عن نقاشات لا قيمة لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا ويا مرحبا فيكم، عدنا والعود أحمد. رجعت معاكم اليوم بقصة صعب أني أنا أتكلم عن تفاصيلها بشكل كبير، وبنفس الوقت صعب أني أنا أقول لكم مدى جمالية تفاصيل هذه القصة من حيث الجريمة والغموض والرعب النفسي. إنزين لحظة أحمد، أنت ايش لابس؟ يا جماعة إذا أنتوا ما تعرفوني أنا وين غاط راح تشوفوني بعالم الكهرباء والمسابيح. هذه من الهوايات المدفونة اللي ما تم الإفصاح عنها إلا في الآونة الأخيرة. شنو علاقة هذا المسباح بقصة اليوم؟ راح نعرف بعد شوي. والحقيقة أنه ما في أي علاقة مباشرة. لا نطول بالمقدمات، أهم شيء اللي أحتاجه منكم الشير، السبسكرايب، وتفعلون زر التنبيهات. ليش يا أحمد؟ عشان يوصل لك كل جديد. يا أخي تعبتني وأنا أقول لك عشان يوصل لك كل جديد. فعل زر التنبيهات، شير يا حبيبي. تعبتوني نفسيا يا جماعة. والحين أبيك تقصر على الإضاءة أو تطفي الليتات وتركز معاي بالتفاصيل. أدري أن عنوان مقطع اليوم يمكن يخوف، هذا أنت وللحين ما عرفتوا التفاصيل. الصدمة والخوف الحقيقي راح تعرفونها بعد شوي. ومثل ما يقولون لا تستعجل على رزقتك. القصة فعلا مجنونة وغريبة، أحداثها ما راح تتوقعونها، وكذلك صار منها 5 أفلام. واحد منهم هو فيلم المنشار، مجزرة منشار تكساس، وهم صار منه أجزاء. تخيلوا معاي إن حتى الممثلين هم قاعد يصورون كانوا خايفين. باخذكم معي على طول لعام 1957 إلى مقاطعة ويسكونسن الأمريكية، وتحديدا لمتجر ورد، وتحديدا بوسط المدينة واسمه برنس. والمتجر هذا تم تسميته على اسم صاحبته برنس واردن. عمرها 28 سنة وهي قاعدة وعايشة مع أهلها وتشتغل في متجر الورد اللي هو محلها. في بداية شهر أبريل برنس هذه اختفت فجأة، وبعد يومين من اختفائها الشرطة وصل لهم البلاغات من أهلها ورفيجاتها. وهني المحققين على طول توجهوا للمكان أو المتجر اللي هي تشتغل فيه برنس قبل لا يروحون أي مكان أو يحققون في أي مكان ثاني. والصدمة هني كانت في الأرض، بقعة دم كبيرة وبجانبها علبة رصاص. والدم هذا اللي لقوه بالأرض كان توه لزج، يعني الجريمة اللي حصلت للحين أفرش. ولكن الجثة ما كانت موجودة، وما في أي أدلة أو أسلحة كانت موجودة في هذا المكان، واللي كانت المفروض أنها تبين منو القاتل أو منو المقتول. كل الجيران اللي كانوا حولها قالوا أن شافوا برنس كانت واقفة بالشارع ويا المزارع، والمزارع هذا كان دائما يروح لها ويبيع لها هذا الورد. هو لشخص اسمه إيد جين، وإيد هو اختصار لاسمه الكامل إدوارد. إيد هذا مثل ما قلت لكم عنده مزرعة كبيرة، وكان دائما يجيب شاحنته اللي لونها أزرق ويروح صوب المتاجر ويوزع لهم للناس اللي تبي، أو بالأحرى المهتمين بهذا المجال. المحققين هني توجهوا لمزرعة إيد، ولكن كانوا متنكرين على أساس أنهم تجار يبون يشترون، وأنه يبون يتعاملون معاه ويشترون من عنده. والحين راح نبدي بالتحقيقات ونبدي بالأكشن. كبير المحققين، أو خلنا نسميه المأمور الأول في قيادة التحقيق، واللي اسمه آرثر تشيلي، وقف عند بوابة المزرعة ولكن تجمد في مكانه، لأن لفت انتباهه شيء وايد غريب. شنو تتوقعون يا ترى هذا الشيء اللي هو شافه واللي خلاه يوقف بهذه الطريقة؟ الشيء هذا الغريب اللي شافه كان عبارة عن قبر، ولكن كان فخم جدا بتصميم رخامي ملفت جدا وكأنه تحفة فنية. يعني أسألكم بالله، من اللي يخلي قبر عند بيته أو في مزرعته؟ وإن يوم الحارس أو العامل لاحظ أن المحققين أو الناس هذيل كانوا واقفين برا، اقترب منهم وقال لهم إذا أنتوا ويايين عشان تقابلون صاحب هذه المزرعة اللي هو إيد، فأنا أحب أقول لكم أن إيد حاليا غير موجود في هذا المكان، وهو راح يوزع الورود في المتاجر. والمحققين هني على طول سألوا هذا الحارس وقالوا له شنو قصة هذا القبر الموجود؟ فقال لهم الحارس إن هذا قبر إيد اللي ورث المزرعة منها، ومدفون معاها كذلك الكلب عزكم الله اللي كان معاها. ولدها إيد حب إنه يخلي القبر في هذا المكان مع هذا الكلب، لأن زوار هذا المكان كانوا وايد، يعني فرصة لأن الناس يجون يأدون صلوات عليها ويدعون لها.
وفعلا المحققين وقفوا بهذا المكان وقاموا يدعون له. يعني تصرف إيد تجاه أمه كان قمة في اللطافة والود والاحترام. تتوقعون أن شخص مثل إيد ممكن أنه يكون مجرم في يوم ما؟ المحققين هني كانوا مقررين في أنهم يروحون ويردون مرة ثانية بوقت ثاني، ولكن اللي صدمهم هني مرة ثانية أنه كان في شيء غريب، والشيء الغريب هذا غير القبر اللي شافوه، أنه كان في شيء مثل التلة أو كوم كبير من أكياس النفايات. وتخيلوا معاي أنها كانت كلها فوق بعضها. رائحة هذه الأكياس كانت منتشرة بشكل جدا كبير، لدرجة أنه يقطع النفس، ما تقدر تتحمل هذا الأمر. الحارس وقفهم وحاول أنه يمنعهم من أنه يدخلون ويشوفون شنو هذه النفايات الموجودة، وقال لهم هذه أكياس سماد عضوي إيد يوزعهم بشكل مجاني للتجار والمتاجر، وبعد شوي راح تيجي سيارة وتشيلهم، فلا تشيلون هم ولا تحاتون أبدا. ولكن الوضع كان وايد غريب، والكهرباء كانت طافية، وطافية الكهرباء بالمكان كامل. وقال الحارس للمحققين أن إيدج دائما يحب يوفر الكهرباء في ساعات النهار. طبعا هذا الكلام ما يمشي على محققين عندهم حاسة تتبع الخطر، ويوم المحقق يحس أن في شيء غريب مستحيل ومن سابع المستحيلات أنه يأجل إحساسه إلى يوم ثاني، إلا في حالات استثنائية ممكن أن تخدمه في مجال التحقيق. بالفعل المحقق آرثر تشيلي والمساعدين اللي كانوا معاه ادخلوا المكان. بمجرد دخولهم كانت الرائحة بالداخل بنفس الرائحة اللي شموها في الخارج، ولكن كانت بشكل أقوى وأفظع. وهني بدأ الخوف والتوتر يزيد على المحققين كلهم، تحديدا آرثر. المحققين هني يطلبون من الحارس بأن يشغلون الإضاءة أو على الأقل يعطونهم كشافات، ولكن الحارس هني صدمهم وقال لهم ان انا ما اقدر اتعدى حدودي، وانتوا قاعد تعدون حدودكم في مكان إيد. المحققين هني على طول دخلوا البيت اللي داخل المزرعة وتوجهوا فورا للمطبخ، لأن المطبخ عادة أن الرائحة تصدر منه. يعني في حال إذا كان في نفايات أو أكل تالف أو فاسد ممكن أن يلقونها في المطبخ عشان يكتشفون تفاصيل الأمور. يعني شغلوا هذه الكشافات اللي كانت بإيدهم اللي خذوها من الحارس وحطوها ووجهوها للمطبخ من الداخل. بمنتصف المطبخ كان في جثة، ولكن كانت وين معلقة؟ بالسقف. للوهلة الأولى وبحسب كلام المحققين حسبوها أنها كانت خنزير أو غزالة متعلقة، وهالشيء كان طبيعي ووارد بالنسبة للمحققين، لأن في أيام الستينات كانوا المزارعين يبيعون اللحوم من داخل مزرعتهم، ويكون مخصص جزء من مطبخه لتقطيع اللحوم أو أنه يجففها. ولكن للأسف الشديد يوم المحقق قرب أكثر ووجه الكشاف على هذه الجثة اكتشف أنها ليست بلحم عادي، هي جثة بشرية. واللي في البداية خلاهم يقولون أنها جثة حيوان أو أمر ما، لأنها كانت بدون رأس، بدون أعضاء، وبدون جلد كذلك. المشهد هني كان وايد مرعب، ومستحيل أن يتعرفون على أنها جثة بشرية بعد ما شافوا اللي شافوه. فقاموا يدورون يمين ويسار على أنه يلقون أي دليل يبين أن هذا كائن بشري فعلا، لأن من المستحيل يتعرفون على هوية الجثة بالأساس. مستحيل. تخيلوا هم قاعد يدورون بهذا المكان وما كان معاهم إلا كشاف يدوي واحد. لاحظوا هني إن في رأس امرأة كان في كنبة الصالة. أنا يا جماعة بديت أخاف. تخيل الحين وانت قاعد تسمعني وتطالع وقاعد بغرفتك، طالع يمينك تلفت ويسارك تلقى في راس قاعد طالعك. تخيلوا معاي رعب هذا المشهد. أدري إنكم خفتوا ترى، بس يلا ما عليه خلونا نكمل. تخيلوا راس بشعر طويل لقوا على هذه الكنبة، وكان جبال التلفزيون. المحققين هني على طول تعرفوا على هذا الرأس لأنه هو لرأس الامرأة لصاحبة المتجر واللي هي بيرنس. ويوم بطلوا أرفوا في الثلاجة لقوا درجات من الألوان لجلود كائنات بشرية كانت مقطوعة وحاطينها ومخزنينها بأرفف الثلاجة، واللي هو إيد اللي سواها. ويوم دققوا أكثر وأكثر لقوا الطاولة اللي كانت موجودة في البيت إنها كذلك كان في فوقها جلد، وإن الجلد هذا مبين عليه إنه مو جلد عادي. تخيلوا إنه كان جلد كائن بشري. حتى الكراسي لطاولة الطعام كان مفصلهم من جلود البشر. رأس امرأة أو رجل كان معلق كزينة، وكذلك في جماجم كان ياكل منهم، يحط أكله وياكل منهم. توم تصورون يا جماعة إن هذا الشيء حقيقي. تخيلوا ملاعق وأبجورات وتحف وأغراض كلها مصنوعة من عظام البشر. تخيلوا أن كل هذه الأدلة اللي لقوها يبي لها 3 سيارات عشان يجمعون فيها هذه الأدلة. الناس وسكان المنطقة تجمعوا عند بوابة هذه المزرعة، وكانوا يقولون منو هالسفاح؟ شلون طول هذه الفترة كان عايش بيننا وإحنا ما كنا ندري ولا حسينا بهذا الشيء؟ أحس الفقرة هذه يبي لها موسيقى حزينة شوي. وعشان نسولف عن حقيقة هذه الإنسان ونحقق معاه بشكل أكثر، خلونا نرجع لطفولة إد
إد هو شقيق توأم لشخص ثاني اسمه هنري، أبوه اسمه جورج وأمه اسمها أوجستا. الأب كان من حانة إلى حانة وكان يرد البيت وهو مطفي ومو عارف وين الله قاطه. الأب كان عاطل عن العمل وكان يدور من الحين والآخر شنو كان يسوي، لذلك كان ينقل الأثاث وكان كذلك يشتغل كحمال للأغراض. ولكن يوم يمل ويحس أنه هو ما منه أي فايدة من هذا المجال يشوف له مكان ثاني يشتغل فيه. الأب كان مثال سيء في أنه يربي أطفال خصوصا طفلين ويمسك بيت بالكامل، ولكن أحب أبشركم أن الأم كانت أسوأ كذلك من الأب. صح أنها كانت تشتغل بالمزرعة وتشتغل بالورود وكان عندها وكانت تملك وكانت تصرف على عيالها وعلى ريلها وبيتها، وهم أن قدرت أنها تسجل أولادها بالمدارس. ولكن بنفس الوقت هي كانت مختلة عقليا، عقلها كان ما في ولا أي لمبة كانت شغالة فيها، ولكن كانت شغالة على الطاقة الشمسية. هذا أقرب مثال أقدر أشرح لكم فيه حال هذه الامرأة. تخيلوا أن الأم كانت تزرع بعقول عيالها أن ترى سكان ويسكنسن اللي هم المنطقة أو القرية اللي عايشين فيها هم من الجن، وقالت حق عيالها أنها اضطرت في أنها تتزوج اللي هو أبوكم الجني، وكانت تقول حق عيالها أن أنا وأنتم فقط من البشر. تخيلوا كمية الخوف والمعتقدات اللي كانت تزرعها في عقول عيالها ما كانت باينة أبدا، وكانت تقنع عيالها في أنه ما يتكلمون مع أي أحد بالمدرسة ولا يسولفون معاهم ولا أنه يخوضون بأي تفاصيل، فقط يروحون المدرسة ويردون البيت. وكانت تقول لهم كذلك في حال أن إذا لمستوا أي أحد من الناس اللي قاعد تشوفونهم من النساء أو الشباب والرجال عادي يتحولون إلى جن. خلونا نقول أن الأم كانت نيتها حسنة، كانت تبي تخرع عيالها عشان يمشون بسيرة حسنة، ولكن كان هذا الأسلوب مدمر لهم مو على فترة قصيرة، مدى الحياة صاروا منفصلين عن الواقع تماما وكان احتكاكهم بأمهم فقط. هنري كان وضعه أفضل من إد ولكن بشوية، يعني كان عنده شعور أن أمهم كانت قاعد تخوفهم بطريقة غير صحيحة، وقدر هنري بمرحلة الثانوية في إنه يهرب ويسافر. ولكن إد ما قدر أبدا، أو بالأصح والأحرى أنه هو ما حاول، لأنه كان مقتنع تماما بكلام أمه اللي كانت تقوله، وأن هم عايشين وسط قرية كل اللي فيها هم جن وهم فقط من الكائنات البشرية. حتى بالمدرسة كانت تقول لأيدينك داخل جيوبك، لا تلمس أحد ولا تاكل مع أحد ولا تسولف مع أحد. ومعلمته اللي كانت تلاحظ عليه هذه التصرفات كانت تحاول تتقرب منه عشان تحسسه بالاطمئنان والحنان، ولكن كان يصارخ ويبتعد عنها. بالرغم من أنه كان فاهم المنهج بالكامل وكان من الأوائل، إلا أن المدرسة أصدرت إشعار بأنه يتم فصله من كافة المدارس الحكومية، يعني الحين هو لازم يروح لمدارس أو مراكز إعادة تأهيل. بالرغم من أنه طالب ذكي وشاطر ويملك مهارات كبيرة، إلا بأنه مو قادر ينسجم مع الطلاب، فلذلك هو عنده أفكار ومعتقدات يجب أن يتم معالجتها. والأم طبعا يوم شافت أن إد تم فصله من هذه المدرسة أو من المدارس الحكومية بشكل عام، قالت ما له داعي تروح المدرسة، تعال معي المزرعة وأبيك تتعلم اللي أنا قاعد أتعلمه. وكانت تقول لأن هذه المراكز اللي كانوا يبون يودونك عليها كلها راح تخرب عقلك، أنا راح أعطيك أسرار مهنة الزراعة وراح أخليك تشتغل وتبيع لهذه المتاجر. أوجستا كانت امرأة شديدة وما عندها أي رحمة، وكانت جدا بخيلة، أسطورة في البخل. ما كانت تستخدم التيار الكهربائي إلا للضرورة القصوى، مرة أو مرتين بالشهر عشان تشغل مولد المياه، وكانت ما تستأجر عمال ولا تستعين بأي أحد. وشكلها كان جدا مرعب مثل ما أنتم شايفين، وكأنها كائن غير بشري، وكأنها هي الجنية فعلا. يعني نستنتج من هذا كله أن ابنها يوم كان يشتغل معاها كان مكروف كراف، تربية بقر، مواشي وزراعة وإلى آخره، بدون أي تشجيع أو محبة أو مشاركة، فقط أوامر وإهانات وشتائم طول اليوم. وبعدها كان يلف على الأسواق وكان يبيع المنتجات لهذه المتاجر. أبوه توفى بالبيت، والأم انقلت جثته عن طريق أو من خلال الشاحنة عشان ما تدفع تكاليف الإسعاف. شوفوا العقلية تكفون. الصادم بالقصة واللي راح يصدمكم إن ولدها هنري رد مرة ثانية، وكان هدفه شيء واحد، إنه يسحب أخوه من إيد هالجحيم اللي كان عايشه، وقال له أنا وفرت لنا مكان راح نعيش فيه وراح تعيش فيه بأمان، نقدر نبدي مع بعض حياة جديدة أنا وأنت أخوي، ونكون عايشين بأمان وراحة واطمئنان وسلام، ونفتح صفحة جديدة. ولكن الصادم هني والمتوقع إن إد كان يدافع عن أمه، وكان يقول حق أخوه هنري أنت أكيد لامست إيد النساء واللي هم الجن، ومن المؤكد إنك أنت اختلطت معاهم وتبيني أنا أكون معاكم، يعني
إني أعيش مع الجن. تخيلوا معي هني إن إد قرر في إنه يقتل أخوه هنري. راح إد شب حريق في طرف المزرعة ونادى هنري وقال له أبيك تي وتساعدني بسرعة. وبعد شوي إد رجع للبيت بروحه وراح الأم على طول وقال لها ترى هنري وقع في مكان في حريق وما قدرت إني ألحق عليه. الشرطة هني وصلت لمكان الحريق وعلى طول راحوا للمكان، ولكن الصدمة إن هنري ما كان في مكان الحريق وكانت في ضربة واضحة على رأسه. ولكن الشرطة استبعدوا تماما أن ممكن إد هو اللي يقتل أخوه، وقالوا أكيد إنه اختنق من الدخان وإنه هو قاعد ينحش من المكان والدخان اللي كان مطشر بكل مكان يبي يلحق على عمره وطاح على رأسه. والقضية أغلقت على أساس إنه توفى بحريق. الأم هم توفت بعد سنة من وفاة هنري، وهم من الكلب عزكم الله اللي كان عندهم. إد هني حزن على أمه بشكل فظيع، وحزن ما بعد حزن، وصار وضعه أسوأ من قبل. خلال فقط 3 سنوات مات أبوه، أخوه، أمه والكلب كذلك. يمكن هو ما حزن على أبوه وأخوه، ولكن الغريب إنه كان يعتبر أمه إنها إنسانة مقدسة. هي بالنسبة له إن هي آخر آدمية على وجه الكرة الأرضية. الحين في معتقده إنه عايش في قرية وسط سكان هم عبارة عن جن. هني قرر إد إنه يقفل كل مداخل المزرعة، حتى غرف البيت كلها قفلها وعايش بغرفة أمه. هني صار يزرع ويشتغل بروحه رغم كل المشاكل النفسية اللي إد كان يعاني منها، إلا إنه يحب الموسيقى والكتب والزراعة، وكان شخص شاعري يعني يكتب شعر وقصائد حق أمه. ولكن في يوم من الأيام مثل ما قلت لكم كان يحب الكتب، طاح بإيده كتاب وعنوان الكتاب الطرق النازية للتعذيب. الكتاب هذا وايد كان عاجبه بشكل ما تتخيلونه، وبعدها قرأ عن كتب علم التشريح وتعلم تفاصيل الجسم، أسماء الأدوات اللي ممكن إنه هو يحتاجها. يعني الأخ إد تعمق شوية وقال ليش ما أتعمق وأدخل داخل جثة الجن؟ يعني القرية مليانة جن وهم أصلا مصيرهم للجحيم. حرفيا هني إد كان مقتنع بهذه الأفكار وبدأ يدرس كتب التشريح وفن التقطيع. ولكن هني كان إد قاعد يفكر من وين يجيب أول جثة، يبي شيء حقيقي يطبق عليه. وهني جت له أول فكرة مينونة. قام يقرأ صفحة الوفيات اللي بالجرايد. الصحف أو الجرايد كانوا يكتبون متى موعد الدفان. إد كان يروح لأهالي المتوفي وكان يعزيهم وكأنه أحد من أصدقائه. ولكن بعد ما يتم دفن المتوفي وأهالي يروحون والناس كلها تخلص من هذه التعازي، كان إد يطلع هذه الجثة ويوديها عند البيت. التجربة الممتعة بالنسبة لإد اللي طبقها في بيته لأول جثة يوم وداها البيت وكان يقطع الأعضاء، كان الشعور لا ينوصف بالنسبة له. وقام يشتري مواد كيميائية وأدوية وجسدها بالكامل كان مبلل بمادة الكلور، ويسوي خلطات معينة تساعده انه يحافظ على الجثة من انها تتحلل لأطول فترة ممكنة. وبعدها صار يحتفظ بالجلود ويسوي منها أقنعة وأثاث وملابس. اشتغل إيد في جثث الأموات على مدار 2 سنين وقام يطبق عليهم. أتقن التشريح وصار عنده خبرة في هذا المجال، وقرر أن يجرب القتل بنفسه عام 1949. وضحيتها الأولى كانت لبنت عمرها 8 سنوات واسمها جورجيا ويكلر. جورجيا كانت رادة من مدرستها وكانت قاعدة تمشي بحي ضيق، وإيد هني كان مترصد لها أول بأول، وقدر إنه يمسكها ويضربها على رأسها، وقدر إنه يوديها للبيت. وهني حزتها الشرطة، قاموا يدورون بكل مكان ونشروا صورها بكل مكان كذلك. ولكن للأسف ما حد كان متوقع إن مصيرها يكون بهذه الطريقة البشعة، لدرجة إنه تم تقطيعها وتصميم الأثاث من جلدها. وفي عام 1952 كان في شخصين رايحين للصيد اللي هم فيكتور ترافيس وراي بيرجس. الشخصين هذيل اختفوا تماما بدون أي سابق انذار، وهم أغراضهم سيارتهم والقارب والأدوات بالكامل. فريق البحث قاموا يحوسون بكل مكان بالبر وبالبحر، ولكن ما لهم أي أثر. ولكنهم ما كانوا يدرون أن هذيل الجثتين راحوا لمطبخ إيد، والمتبقي من عظامهم تم دفنهم في قبو البيت. وفي عام 1953 إيد قدر أنه يقتل جليسة أطفال واللي اسمها إيفلين هارتلي. إيفلين هذه مسكينة كانت في بيت ناس وعندهم 5 أطفال. إيد كان مترصد لها وكان قاعد يراقبها طوال هذه الفترة، وقدر أنه يتسلق جدار البيت ويدخل من نافذة البيت، وقدر أنه يقتلها وسحب جثتها لمطبخ بيته اللي في المزرعة. والد إيفلين للأسف الشديد رفع دعوى قضائية، ولكن رفعها على منو؟ على أهالي البيت اللي كانت تشتغل عندهم إيفلين، لأن التفسير الوحيد والمنطقي سبب اختفاء إيفلين ومقتلها ما كان فيه إلا
العائلة اليوم ما كانت عايشة معهم. قال لهم أنا وصلت بنتي لبيتكم بنفسي، والأكيد أن أنتوا اللي قتلتوها. وفي عام 1954 اختفت سيدة اسمها ماري، واختفت من متجر مواد زراعية قدر انه يخطفها إد. كل اللي وصلوا للشرطة بقعة الدم اللي كان عليها أثر عجلات لشاحنة فورد، وطبعا هذا الشيء ما وصلهم لأي معلومة. إد قتل أكثر من 15 شخص ما بين رجال ونساء وأطفال، واستخرج أكثر من 40 جثة من جثث المقابر، وكانت من 3 مقابر في القرية اللي هو ساكن فيها. وقائمة الأشياء اللي صممها من جلود البشر ما راح تصدقونها. يوم قاموا السلطات بتفتيش المنزل اللي لقوا الآتي: عظام بشرية كاملة، سلة مهملات مصنوعة من جلد الإنسان، عدة كراسي مغطاة بجلد آدمي، جماجم على سريرة كانت، جماجم أنثوية تم نشر بعضها بالمنشار، أوعية مصنوعة من جماجم بشرية، مشد مصنوع من جذع أنثوي من الكتفين إلى الخصر، ملابس مصنوعة من جلود بشرية، أقنعة مصنوعة من جلد رؤوس الإناث، وجه تم سلخه في كيس ورقي، جمجمة في صندوق، رأس برنس بالكامل كان في كيس، وقلب برنس كان في مكان ما في الموقد، أعضاء تناسلية لقوها داخل حذاء، حزام مصنوع من بعض الأعضاء الأنثوية، تخيلوا معي، وغيرها 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 من هذه الأمور يا جماعة اللي ما راح تخلص. والضحية الأخيرة اللي انكشف بسببها إد اللي هي برنس، صاحبة متجر الورد اللي تكلمت عنها في بداية القصة، واللي بلغوا الشرطة من خلاله يوم شافوه كان واقف مع برنس في آخر مرة. وبعد أن المحققين توجهوا للمزرعة واكتشفوا اللي شافوه. تم إلقاء القبض على إد واستمر التحقيق معه لمدة 10 أيام، وهو ما كان راضي بأنه يعترف باللي سواه، ولكن في النهاية قال أنا اللي قتلت برنس. وبعد مرور مدة أطول قام يقول للشرطة أنا اللي قتلت فلان وفلان وفلان، وصار ياخذ الشرطة ويوديهم للأماكن اللي قتل فيها الجثث والضحايا وشنو سوى بعظامهم وجلودهم. كل 2-3 يتذكر ضحية هو قتلها ويروح يبلغ الشرطة عليها. وفي كل مرة كان يقول للشرطة إنه هو ما اعتدى على الضحايا عشان ما يتحول إلى جني. وهني الحكومة قررت بأن تشكل فريق بالكامل يروحون لهذه المزرعة عشان ينبشون بأراضي هذه المزرعة بالكامل ويشوفون وين الجثث مدفونة. أكثر من 10 جماجم كانوا في كيس بلاستيكي، ولقوا جماجم تحت البيت ولقوا بأماكن مختلفة. ويوم سألوا إد عن هذه الجماجم تخيلوا شنو كانت ردة فعله. قال أكيد أنا كنت في حالة هستيرية يوم قتلتهم وقطعتهم، وماني متذكر بالتحديد هذيلا منو هم بالأساس، ولكن هذا المجهود كله أنا اللي مسويه، والله إني أنا فنان. تخيلوا إنه كان فخور باللي كان مسويه وكان مستمتع. المحققين هني جمعوا كل الأدلة وقدروا إنهم يقفلون أكثر من 20 ملف قضية، واللي كانت بالأساس ضد مجهول. ولكن قبل لا يودون إيد للمحكمة عشان يحكمون عليه قالوا لابد أن يروح المصحة النفسية بالأول. ولكن وللأسف الشديد إدارة المركز النفسي مسكوا بإيد إيد وقالوا أن هذا الشخص لازم يكون عندنا في المركز النفسي لأنه لازم يتعالج. الشخص هذا مختل وغير واعي ولازم يتعالج من اللي هو فيه، لأن هذا الشخص هو غير جاهز للمحكمة. وبالفعل هني تم عندهم لين عام 1984 بسبب فشل بالجهاز التنفسي وسرطان بالكبد. تخيلوا هني بعد وفاة إد في شخص راح للحكومة، والشخص هذا اسمه ترافل، وطلب منهم بأن يبيعون سيارة أو شاحنة إيد اللي لونها أزرق. وبالفعل هني الحكومة قالوا له اخذها حتى بدون مقابل، ما نبي فيها ولا فلس، لأن كانت الشاحنة بحالة جدا سيئة. ولكن الشاب هذا بعد ما انتشرت قصة إيد بالكامل هني قام يستخدم هذه السيارة للعرض، والناس قامت تتصور معاه مع الشاحنة اللي خذاها من الحكومة اللي هي بالأساس ترجع لشاحنة إيد أو السفاح إيد. وقدر أنه يشهر نفسه وصار من أشهر الناس الموجودين في هذا الحي أو القرية. إنسان ذكي، ونقدر نقول أنه هو الوحيد المستفيد من هذه القصة. وهني كانت نهاية قصتنا اليوم. هل تشوفون أن القصة هذه طبيعية وعادية ولا أمر غير منطقي؟ بالفعل يا جماعة هي قصة حقيقية بالكامل، تقدرون ترجعون لمصادرها. هل فعلا تشوفون أن الطفولة ممكن أنها تأثر على الإنسان بهذه الطريقة؟ أبي أشوف رأيكم بالتعليقات. أهم شيء لا تنسون الشير، السبسكرايب، وتفعلون زر التنبيهات. يا جماعة نبي نوصل ل 100,000 بأقرب وقت إن شاء الله بإذن الله. أنا على ثقة ويقين بعد الله سبحانه وتعالى وقفتكم معاي والكلام الإيجابي اللي قاعد أسمع منكم بإذن الله راح نوصل قريب إن شاء الله. مسامحتك للآخرين لا تعني أنك راضي عنهم، بل تعني غالبا البحث عن راحة بالك وبعيدا عن نقاشات لا قيمة لها.